للسكك الحديدية يربط العاصمة بزيرالدا لتسهيل حركة المرور بين الجهتين، خاصة وأن لهذا الخط 5 محطات رئيسية. انطلاقا من بيرتوتا تسالى المرجى سيدي عبد الله المحطة الجامعية وصولا إلى زيرالدا. ربط ضواحي العاصمة بقلب العاصمة عن طريق هذا الخط السكة الحديدية المكهرب، واللي يكون مرتبط بشبكة المترو والتراموي، وعن طريق التسعيرة الموحدة المسافر يقدر يسافر في القطار في المترو في التراموي. راح يكون ممكن. الدليل اللي نعطيك الآن بأن الجزائر بخير. هذه كل مشاريع، وشوف الوتيرة الأشغال وكل مشاريع اللي كان نقوموا بها حاليا، ونقوم وتعهدنا ونقولوا بلي راهو أول نوفمبر نفتح هذا الخط. خط أنشئ بأحدث التقنيات التكنولوجية لأنظمة الاتصال والإشارة لتسهيل التنقل، خاصة لسكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله. المشروع هذا حيوي بالنسبة لسيدي عبد الله، وهذا هو سبب التواجد نتاعنا مع بعض. مش غير سيدي عبد الله، سيدي عبد الله محل ما بصفة عامة، يعني قاعد المدينة سيدي عبد الله بما فيها محل ما، بما فيها البنايات الجديدة نتاع سيدي عبد الله. أعتقد كافي لأن كل نصف ساعة يكون في قطار ماشي وقطار جاي، سيون دوبل بون. في 20 ديسمبر بحول الله ندشن أول شطر من المدينة، مش فقط سكنات البي بي عند المرافق إلى آخره. لو 20 ديسمبر هذه من سيدي عبد الله اللي نتكلموا عليها هذه 20 سنة، ندخلوا في الملموس 20 ديسمبر ندشن شطر منها تراوح حول 10,000. وللقضاء على ازدحام الطرقات بين مناطق غرب العاصمة ووسطها، أكد الوزيران على ضرورة إنشاء حظائر للسيارات بكل محطات القطار الحديثة.